يعني مبدئيا كده يا جماعة، في موضوع لفت نظري على الفيس. يعني أنا بحيي الراجل اللي اتكلم في الموضوع دوت. تمام. اسمه عبد الله. الراجل دوت راجل محترم، راجل زملكاوي، يوتيوبر قديم وأنا أعرفه من فترة كبيرة. تمام. طلع اتكلم على حاجة حصلت من شخص اسمه الدكتور مصطفى القاضي. هو يعني كلمة دكتور ديت ممكن تتشال ويبقى مصطفى القاضي على طول. الراجل ده ماسك منصب في نادي الزمالك، طلع من يومين. تمام. بيقول في بوست كده منزله: اللهم ببركة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يعني هو ابتدى الموضوع بالصلاة على النبي، وأي حاجة بيبتدي فيها بالصلاة على النبي يعني بتبقى إن شاء الله خير وتبقى حاجة كويسة. فالراجل ده بعد ما صلى على النبي تمام راح قايل لك إيه بقى: أن تجعل السرطان ينهش في عظمه. طب ليه بتقول على راجل تعبان عنده مرض ربنا ابتلى بيه؟ تمام. بتدعي عليه وبتزود تعبه وبتزود المبلغ زي ما بيقول، بدل ما اقول ربنا يشفيه ويعافيه، لا انت بتدعي عليه. تمام. فمعلش زي ما انت بتدعي على الشخص اللي قدامك دوت، ما تنساش ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك حب لاخيك المسلم كما تحب لنفسك. فانت النهارده انت بتحب المرض للشخص اللي قدامك، فربنا هيبتليك بنفس المرض عشان تعرف ان الله حق، تعرف ان الله قادر على كل شيء، تعرف ان الله لما ابتلى الراجل دوت اللي هو الكابتن محمود الخطيب بحاجة زي كده، فهو ابتلاه عشان خاطر هو نصيبه، هو مكتوب له ان هو يحصل معاه كده، ومكتوب له ان هو يشوف الحاجة دي. فانت لما تطلع تدعي عليه وتقول الكلام دوت، فانت كده راجل حزب الله ونعم الوكيل فيك. ويا رب اللي يدعي على حد ويقول على حد شيء مش كويس ربنا يقعده له. تمام. وراح جاي قايل لك ايه بقى: اللهم امرضوا بالبرص والجذام وسيء الاقسام. يعني مش فاهم يعني ايه ربنا يمرضه بالبرص والجذام وسيء الاقسام. يعني انت متخيل انت بتدعي على شخص مسلم، راجل قدوة، وراجل حاجة كويسة في البلد، وحد بيشرفنا داخلي وخارجي في الملاعب وفي الكورة. اي دولة بتتمنى محمود الخطيب ينزل لها عشان هو راجل كبير وراجل ليه احترام وراجل من الناس اللي مسكت إدارة النادي الأهلي. بجد ما بنسمعلهوش صوت، وراجل ما بيطلعش يغلط في حد، عمرنا ما سمعنا ان هو طلع غلط في حد. فانت لما تدعي عليه بالدعاء دوت ان شاء الله ربنا هيقعده لك وربنا هيجيبه لك، ده باذن الله وبمشيئه الله، لان ربنا قادر على كل شيء. وراح متكلم تاني وراح قايل لك ايه بقى: اللهم اجعله لا يستطيع ان يتناول شربة ماء وادخال في جوفه كل داء ولا تجد له دواء. يعني انت راجل عندك دين، او راجل بتفهم يعني ايه دين ويعني ايه احترام ويعني ايه مودة ويعني ايه تراحم ويعني ايه ود، عشان تدعي على شخص باللي انت بتقوله دوت. بإذن الله بإذن الله كل اللي انت بتقوله دوت هيجيلك ان شاء الله بإذن الله. واللهم ولكل من عاونه وناصره على خراب الزمالك مثل هذا الدعاء. طيب حسب الله ونعم الوكيل فيك. تمام. عليك انت ومن امثالك ومن اشكالك اللي بوظوا كلمة كورة في مصر. دي لعبة احنا بنتفرج عليها لمجرد ان احنا حاجة بتبسطنا، حاجة بتخلي الفرحة تخش علينا. اذا كنت انا اهلاوي او واحد زملكاوي بنبقى اصحاب واخوات وكل حاجة. اللي شبهك انت سوقوا سمعة الاهلي وسوقوا سمعة الزمالك، وخلوا الناس اذا كانت زملكاوية او اهلاوية او اسماعيلاوية او مصراوية او اتحادية بقوا نشوف بعض في الشارع عايزين نتخانق مع بعض بسبب الاهلي، لا الزمالك، لا السويس، لا القناة، لا اسماعيلية، لا بورسعيد، لا الاتحاد. ليه؟ احنا كلنا ايد واحدة، كلنا اخوة. الكرة ديت لعبة بتتلعب علشان تفرح الناس، علشان تبسط الناس، مش عشان الناس تدعي على بعضها بسبب الكورة. ونادي الزمالك إذا كان مقصر في لعيبة أو مقصر في فلوس أو مقصر في مستحقات، فده مش ذنبنا، ده عيب إدارة من عندك وعيبكوا انتوا عالم فشلة، انتوا عالم فشلة. عارف يعني ايه كلمة فشلة؟ فشلة دي قليلة عليكم. وكلمة لقب دكتور ديت يا ريت تتشال من القاموس من عندك، لأن مفيش دكتور راجل محترم تمام يقول الكلام اللي انت بتقوله ده. فبإذن الله حسب الله ونعم الوكيل فيك، وإن شاء الله كل اللي حصل دوت وكل اللي اتقال دوت يقعد لك. وفي الآخر بيقول لك ليه: اللهم لا تقم له غاية واجعلهم للظالمين آية. ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله، وبتمناها من ربنا. انا ما اعرفكش اساسا، واول مره اعرف مين مصطفى القاضي دوت.
تمام. ان شاء الله هسمع برضو خبر قريب ان انت جالك مرض، والله لا شماتة في حد، بس هيبقى ده دليل وآية من ربنا سبحانه وتعالى، لان انت بتتدخل في حكم الله. انت بتتدخل في حكم الله، انت عايز ربنا يجيب للراجل ده كذا وكذا وكذا وكذا. انت مش اللي هتقول لربنا اعمل كذا. انت مين انت اساسا؟ انت حتة حسالة في المجتمع، مالكش لازمة، مالكش قيمة عشان تطلع تقول الكلام ده. وحسب الله ونعم الوكيل فيك. وفي الاخر بقى بيقول لك ايه؟ وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، امين امين امين. يا راجل يا مفتري اللي ما عندكش ضمير ولا ذمه، انت بعد الكلام اللي انت قلته ده المفروض ان انت بتصلي على النبي تاني؟ يا شيخ حسب الله ونعم الوكيل فيك، حسب الله ونعم الوكيل فيك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت الفيديو دوت الناس كلها تسمعه وتشيره، ولو عجبك الفيديو يا ريت الاشتراك في القناه واللايك الجميل منكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.